عايزه اقول لكم البنوته اللي انا كنت متكلمه عنها في الفيديو بتاع الحقن وكده، اللي حصل مشكله عندها في مناخيرها، كانت عامله فيديو امبارح بتقول انا كنت ناويه ان انا ما اعملش قضيه في الموضوع وما اخدش حقي من الناس دي وخلاص واسامح، بس لقيت ناس كثيره جدا باعتين لها بيقولوا لها ان هم كمان اتاذوا من نفس المكان ونفس التجربه دي، فهي مضطره دلوقتي ان هي لا عايزه بقى تجيب حق الناس دي كلها ولازم تعمل قضيه. ولو تتخيلوا كميه الناس اللي ما بتطلعش على السوشيال ميديا تشارك معاناتها وتشارك المشاكل اللي بتحصل لها اكتر بكتير جدا من اللي بيطلعوا بيشاركوا المشكله معانا، ممكن يكون 1%، في الاف بيحصل لهم مشاكل وانا ده بيعدي عليا لان بستخدم البرودكتس دي، والناس لما بتسالني عنها بحكي لهم عن تجربتي وبيشوفوا النتائج بيحكوا لهم هم المأساويات اللي حصلت لهم. فلا في ناس كثيره جدا انتوا ما تعرفوش عنهم حاجه بيحصل لهم مشاكل بسبب حقن الاجراءات التجميليه اللي مدفوع فيها فلوس كثيره جدا دعايه عشان يقنعوك ان هي امنه وطبيعيه وطبيه، وده كلام دكاتره. هو الدكاتره دول ايه، ملايكه جايه من السماء؟ ما هم بني ادمين يا جماعه عادي وعندهم غرايز زينا وعادي بيجروا ورا اكل عيشهم، مفيش مشكله. انا ممكن ان انا ابقى بتربح من حاجه بس طبيعيه وامنه، وفي ناس تانية ما هتتربح بطريقه تانية عشان طبعا تاخد فلوس اكتر ان هي تاذي الناس وما عندهاش مشكله.